السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نصائح عامة للسودانيين القادمين لمصر. في اليومين اللي فاتوا في ناس كتير تواصلوا معي بخصوص الأوضاع في مصر عشان يقدروا يترتبوا أمورهم، وأنا بعتذر عن التأخير في الرد. لازم أقدم لكم معلومات كافية عن الاحتياجات الأساسية اللي نحتاجها إن شاء الله. أهم حاجة، أول حاجة الشرايح التلفون الموجودة 3 شبكات، وهي فودافون وموبينيل واتصالات. واستخراج الخط بيحتاج منك إظهار تأشيرة دخول للموظف خدمة العملاء. طالما دخلت بدون تأشيرة، ختم الدخول هو هيكون كافي إنهم يساعدوك. وعمل حسابك لأنه الخط بيحتاج تحديث كل 6 شهور. النقطة الثانية التحويلات المالية. التحويلات المالية عن طريق البنك، عن طريق بنكك، ما شغالة في مصر. في عمليات نصب كثيرة في قصة التحويل القروش. الأفضل يكون معاك كاش أو دولار عشان تقدر تتحرك في البلد. لو ما في دولار، خلي زول من أهلك برا يحول لك قروش على مصر عن طريق الخيارات التالية. التحولات البنكية، تقدر تستلم أي مبلغ لحد 20,000 دولار في اليوم عبر التحويل البنكي، بس المبالغ دي ما حتستلمها دولار بالبنك، ادوها لك من الجنيه المصري. البنك بيشترط انه يكون عندك جواز سفرك ساري ومحتاج تأشيرة دخول. في حالة دي حتحاول تمشي للموضوع ختم الدخول بالحوالة. تحتاج تقريبا من يوم ليومين عشان تقدر تستلم القروش. وسترن يونيون طلباتهم كثيرة، بس الحوالة تستلمها في نفس الزمن. بيطلبوا منك جواز ساري والإقامة سارية. وبعض الفروع بتطلب إثباتات أصيلة بالشخص المرسل للقروش. بياخدوا نسبة من التحويل تصل ل 14% بيدفعها للشخص المرسل. بعض أنواع الفروع بتطلب منك عقد الإيجار عليه اسمك، والقروش هتستلمها بالدولار، وما في تحويل عندهم، هتحولها في الصرافات، ودي متوفرة كثيرة في مصر. معظم البنوك الكبيرة ما عندها شباك خاص باليستر يونيون جوا البنك. الحسابات البنكية ممكن تفتح حساب بنكي وتحول قروشك عليها، بس هتحتاج كذا حاجة منها: السفر ساري، وإقامة سارية، وعقد إيجار شقة ساري، ووصل لمرفق موية وكهرباء وغاز ويكون باسمك، وشهادة راتب من العمل. ما عندهم طبعا شهادات راتب بيحددوا إثبات دخل بأنهم القروش دي جاية كانت في بنوك سودانية. لو عندهم شركات أو حسابات بنكية بتسهل عليك أن يفتحوا لك حساب بنك. ممكن يفتحوا لك حساب بالطالب جزء من الشروط السابقة، بس المهم يكون عندك بطاقة جامعية. النقطة الرابعة السكن. السودانيين اللي بيجوا القاهرة الجداد بيتركزوا في مناطق معينة فيها خدمات بتناسبهم، زي المدارس السودانية والجامعات والمستشفيات. وفي نصائح مهمة انتبه لها في الإيجار: أحذر من السماسرة السودانيين في بعض التجار الأزمات بيستغلوا الناس. وعقد الإيجار الفروش لازم يكون فيه كافة الاتفاق. ما تدفع عربون قبل ما ترسل زول موثوق يشوف الشقة. اتفق على الإيجار الشامل لفواتير الكهرباء والموية والغاز والنظافة. وفتش في الجروبات النت على الشقق، هتلاقي كثير من الأسعار الكويسة. أبرز المناطق فيصل وأرض اللواء والسكن المتوسط، أكثر منطقتين فيهم كثافة سودانية عالية وفيهم مدارس سودانية. وأسعار السكن ما بتتراوح بين 6,000 جنيه ل 15,000 جنيه مصري. وأكتوبر أسعار السكن هناك ما بتروح بين 6,000 جنيه ل 12,000 جنيه مصري. متوسط الحي لحد الحي السادس، والناس بتفضل المنطقة كونها قريبة من المفوضية اللاجئين. في الحي السابع الدقي فوق المتوسط، المناطق اللي فيها المدارس السودانية وقريبة من السفارة وفيها محطات المترو وقريبة من وسط البلد. والأسعار والسكن في المنطقة دي ما بتروح بين 15,000 جنيه مصري إلى 30 جنيه ألف مصري. بس ما في وفرة كثيرة في المنطقة كونها من أكثر المناطق كثافة جالية اليمنية. المهندسين سكن فوق المتوسط أيضا. المناطق بتتناسب الأسرة المقتدرة شوية كده. الأسعار متفاوتة يعني بشكل كبير موسم الصيف الجاي. وحاليا متوسط الإيجارات من بين 16,000 ل 30,000 جنيه مصري. المنطقة الخامسة المدارس. النقطة الخامسة المدارس السودانية متوفرة في القاهرة بإمكانية تسجيل الحالية متاحة للسنة الجديدة. بنصح باختيار المدارس السودانية للطلاب الكبار في العمر، لأنهم حيكون عندهم صعوبة في الاندماج في المدارس المصرية بسبب اختلاف المنهج الدراسي واللهجة واعتبارات مرتبطة بالتعامل. القاهرة فيها حوالي 15 مدرسة سودانية، بس جزء كبير منهم عبارة عن مراكز ما معتمدين من وزارة التعليم العالي في السودان. المدارس المعتمدة في منها
مدرسة المجلس الإفريقي ومدرسة وادي النيل. المدارس المدنية وديل معظمهم في محيط الدخول وفيصل ومعمر يوتيا. أسعار المدارس السودانية بتروح بين 6000 جنيه مصري إلى 15000 جنيه مصري، وفي إمكانية الدفع على الأقساط، وبعض المدارس تشترط توفير 50% من المبلغ المقدم. النقطة السادسة الجامعات. جامعة القاهرة فيها 3 جامعات كبيرة، جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة حلوان، وكلهم جنب محطة المترو، مواصلاتهم سهلة حتى لو انت بعيد. جامعة القاهرة فيها فرع جامعة الخرطوم، في ناس كثيرة بيقروا فيها، بس في مشكلة متعلقة باعتماد الشهادة في المستقبل. الجامعات الخاصة معظمها في منطقة 6 أكتوبر، ودي مصاريفها غالية شوية. السنة الدراسية في مصر قربت تنتهي، التسجيل هيبدأ في الشهر 7، والإجراءات التسجيل الوافدين بيتم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالوافدين، وديل بيتأخروا شوية عشان يتم قبولهم في الجامعات. مكتب الوافدين موجود في حي السفارات بمدينة نصر، وده رابطهم خلي لكم تحدث في الفيديو، ولو محتاج تخش على التفاصيل صفحتهم على الفيسبوك. الطلاب السودانيين بيدفعوا 10% من قيمة المصاريف الجامعة وفي مصر، وما بتتراوح بين $300 إلى $700 بمختلف على حسب الكلية والنظرية العلمية، وفي رسوم السنوية الثانية هتعرفها من الجامعة. النقطة السابعة المستشفيات. ما في أي علاج مجاني للسودانيين في مصر إلا بعض الحالات الطوارئ، ما كل المستشفيات. حجز الدكاترة الكبار في القاهرة بياخذوا زمن وأسعار بتكون أكتر للأجانب. يفضل تمشي المراكز الصحية في المناطق القريبة منها زي فيصل وأرض اللواء والدقي، وبيكون فيها دكاترة شاطرين. الأسعار رمزية، وحتى التحاليل والأشعة بتكون منخفضة. في نقط مهمة جدا لازم أشير إليها، وهي زيادة الأسعار في مصر مؤخرا. يعني حاليا متوسط المبلغ اللي يحتاجه الأسرة كمصاريف من غير إيجار ومدارس ممكن يكون ما بين 7000 جنيه إلى 10000 جنيه، ده على حسب صرفك، وممكن يزيد أو يقل. النقطة الثامنة الإقامات. الناس اللي بتدخل مصر بتكون عندهم 6 شهور بالتأشيرة المعتمدة بها لن توافق أوضاعها وتعمل إقامة. مجمع السفارات، مجمع الجوازات في العباسية، وهو مخصص لإصدار الإقامات للأجانب، بتاخذ وقت طبعا. الإقامة بتكون مدتها 6 شهور لحد سنة. لو عندك طفل في المدرسة، الأسرة بتاخذ إقامة بموجب رعاية الطفل، وتحتاج تمشي المدرسة تاخذ خطاب للسفارة، وبكده قد الطالب في المدرسة هتمشي بالخطاب ده المجمع الجوازات، وحيدوك 6 شهور للسنة. والطالب الجامعي بياخذ خطاب ترشيح من الجامعة وبيمشي المجمع الجوازات، وأغلب بيديه إقامة سنة. من ضمن الشروط الحصول على الإقامة إن لازم يكون في عقد إيجار باسمك ساري، وفي نوع تاني من الإقامة بيديك أكتر من سنة، وده مرتبط بشراء عقار في مصر، والعقار لازم يكون بما يعادل $100,000، والضرورة إثبات إنك دخلت القروض دي عبر بنك يعني أو بطريقة شرعية. عشان تاخذ إقامة في مصر بموجب شراء العقار لازم العقار يكون قابل للتسجيل في الشهر العقاري مصلحة الأراضي، أو يكون العقار مسجل بالفعل. النقطة التاسعة فصل العمل والقانون في مصر. ما بيسمح انه سوداني يطلع له تصريح عمل برغم وجود البند المتعلق بالعمل في الحريات الاربعه. عشان كده فرص العمل حتكون ضئيله جدا للناس، وحتركز في الشغلانات الهامشيه. يفضل الناس تستفيد من الزمن يقعدوا فيه في القاهره. التركيز على الكورسات. القاهره فيها مراكز تدريب قويه بتعتمد على تطور المهارات الناس، وبأسعار ممتازة جدا فيما فيها تخفيضات. مثلا المركز الثقافي الروسي، المركز الثقافي البريطاني، برضه هسيب لكم اللينك بتاعه تحت. والنقطة العاشرة الجمعيات. مصر فيها حوالي 20 جمعية سودانية، فيها جمعيات لها أكثر من 100 سنة. الجمعيات دي قادرة تفيدك لأن فيها ناس قدام حيدوك خبرتهم ويوفروا لك زمن كثير من التعب. الجمعيات السودانية ما بتقدم مساعدات مباشرة، لكن وسيلة تواصل جيدة مع السفارة في حال لا قدر الله حصل لك حاجة بين الجمعيات دي. جمعية نادي السوداني في عين شمس، ونادي أبناء الشرق في الدقي، ونادي السوداني في 6 أكتوبر. مهم كل الأسر يكون عندها دليل في المنطقة اللي حيسكنوا فيها قريب. أي زول معرفة صديق قديم، المهم الناس تكون حذرة في معلوماتها مع الناس الأقرب، وخصوصا القروش اللي معاهم حتى السودانيين. ثانيا الإسكندرية. أهلنا في السودانيين في الإسكندرية
متركزين في مناطق معينة معظمها قريبة من منطقة المنتزه. متوسط الأسعار الشقة المفروشة ما يتفاوت بين 5 ل6 جنيه بس، وتكون بعيدة عن البحر. النقطة الثالثة الجامعات في الإسكندرية، ودي جامعة كبيرة بالإضافة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ومعظم الطلاب السودانيين مركزين عليهم. الإسكندرية فيها دار عريق جدا وكبير جدا للناس تصلها، يفيدهم كثير للتواصل مع كافة الجهات في المدينة. الناس ممكن تنسق مع دور السودان في الإسكندرية والإجراءات، خاصة بالسفارة وعن طريق المندوب النادي، والناس متعاونين وحيرحبوا بأي زول. وده عنوان الدار 59 شارع فؤاد طريق الحرية غرب الطارين الإسكندرية.